الحقيقة إن كلنا كزملكاوية اختلفنا مع مجلس إدارة الزمالك الفترة الأخيرة بسبب رجوعهم في استكمال مباريات الدوري، خاصة الدور الثاني بعد ما كانوا أخدوا قرار بعدم استكمال مباريات الدوري. لكن الحقيقة إن محدش يختلف عليه سواء زملكاوي أو حتى غير مشجع للزمالك، إن مجلس إدارة الزمالك ده جه عشان ينتشل الزمالك من كارثة حقيقية، وهي طاغوت كان مستولي ومستحوذ على نادي الزمالك، وكان قلبه تركة وعزبة، وكان مدخل الزمالك في صراعات كتير جدا وإرث سيء تركه لمجلس الإدارة اللي جه واشتغل وقدر ينتشل الزمالك من الوقوع، وان ما يبقاش للزمالك رجع تاني، وخده وعاد بالزمالك للنور، وابتدى الزمالك يزاحم وبقى على منصة التتويج، خاصة بعد الفوز بالكونفدرالية وبطولة قارية غايبة من زمان. ما كانش اي حد زملكاوي لما المجلس ده جه قرر ان هو يخش نادي الزمالك ويترشح، ما كانش اي حد زملكاوي يتوقع ولو حتى ان الزمالك يقدر يفوز باي بطولة سواء السنة دي او السنة الجاية. لكن مجلس الإدارة الحالي الصراحة قدر ياخد خطوات سريعة وواثقة ومتزنة جدا 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 في ان هو ينتشل الزمالك من الوحل اللي هو كان فيه بسبب إدارة المجلس اللي فات، وبسبب التركة السيئة اللي سابها مجلس الإدارة اللي فات، والصراعات ومشاكل الفيفا مع اللاعبين والغرامات اللي كانت كلفت الزمالك لحد دلوقتي من المجلس الحالي إن هو يدفع حوالي 6 مليون دولار. وده رقم كبير جدا جدا جدا، احنا لو حولناه بالمصري فاحنا بنتكلم في 300 مليون جنيه مصري أو أزيد. فلذلك وكلمة حق، كل الدعم لمجلس الإدارة الحالي على الخطوات اللي بياخدها وعلى الجهود اللي بيبذلها. الناس دي حرفيا ما بتنامش، بتحاول تحل مشاكل الزمالك، مش مشاكلهم، مشاكل هم جم وجدوها ومضطرين ان هم يشتغلوا عليها ويحلوها. فبصراحة وإن كنت اختلفت معاهم فلا يمنع هذا الاختلاف ان ده أحسن مجلس إدارة جه للزمالك في آخر 50 سنة.